إلا رديتو البال الحركة ديال الناس وهما غاديين في طريقهم، غادي تلاحظوا باللي ديما الواحد فينا كيحرك يديه مع رجليه. بالضبط، كنحركوا يدنا اليمنى مع رجلنا اليسرى، ويدنا اليسرى مع رجلنا اليمنى. وإلا جربتي تمشى بلا ما تحرك يديك بمرة، غادي تحس بنوع من عدم الراحة خلال المشي، وكأن حركة اليدين جزء لا يتجزأ من حركة الرجلين نفسها. ولكن واش عمرك سولتي راسك علاش كنديروا هاد الحركة؟ الفترة طويلة بزاف كانوا العلماء والباحثين كيعتقدوا أن حركة اليد اللا إرادية أثناء المشي هي غير حركة روتينية ما كتقدم لنا حتى فائدة، وكانوا كيقولوا باللي هي كتنتج فقط بسبب اهتزاز جسمنا ملي كنحركوا رجلينا بسرعة وحنا ماشيين. ولكن اللي اكتشفوه من بعد هو أن هذا الكلام غلط تماما. حركة اليدين أثناء المشي ماشي نتيجة لاهتزاز الجسم، بل هي حركة كنديروها متعمدين وخا بشكل لا واعي، حيث كتعاون رجلينا باش تمشى. السبب الأول لهذا الشيء هو السعي وراء التوازن، أو اللي كيتسمى بالزخم الزاوي. ملي كتخطي خطوة لقدام برجلك اليمنى، جسمك كامل كيميل وكيبغي يدور